مساء الورد. اليوم طبعا ان شاء الله راح يكون برياني دجاج، طبق هندي، طبعا حار سبايسي كتير. راح نحتاج لأرز طبعا، ملح، زيت نباتي، لبن زبادي، بابريكا، بهارات برياني. بهارات البرياني بيكون فيها كل شي، خلطة كاملة، مو ضروري انه تضيفي اي شي تاني غير البابريكا. يعني مو شرط هاي النوعية او هذا الباكيت، لا، في مليان يعني كتير انواع من بهارات البرياني، اختاروا اللي بيعجبكم. رح نحتاج لدجاجة او دجاج طبعا حسب رغبتكم. هاي بهارات للرز، بطاطا، كزبرة، نعناع اخضر، فلفل صغير هذا حار، زنجبيل، توم، بصل، ليمون، زعفران. هلا خلينا ابلش. اول شي لازم نقطع الدجاجة 8 قطع ونشيل الجلد بالكامل عنها، مو لازم نضل عليها جلد. هي قطعنا الدجاجة، شلنا عنها الجلد، غسلتها بالخل والليمون كتير كتير منيح. هون قشرت التوم، الزنجبيل قطعته راح افرمه فرم ناعم. هي هيك شكله، بصير ناعم كتير زي المعجون. بامكانكم تعملوه بمدقة التوم، مو مشكلة. وفي كمان منه جاهز، مرتبانات جاهزة، بس بصراحة أنا ما بفضل المرتبانات لأنه أكيد بيكون فيها مواد حافظة، فدائما الأشياء اللي نعملها في البيت كتير بتكون أفضل وفرش أكتر. هاي هلا ضفنا هاي المواد على الدجاج اللي هي الثوم، الزنجبيل، اللبن، الكزبرة. هلا بنضيف البابريكا، وراح نضيف بهارات البرياني، هيك بيكون شكلها. طبعا بيكونوا حاطين فيها أشياء كتير، من ضمنها البرقوق مجفف. هاي ضفنا البهارات البرياني. هلا كمان بنعصر على فوقهم هيك عصرة ليمون بإيدنا، وبنخلطهم كتير كتير منيح. وهي هيك بيكون شكلهم النهائي. نتركهم على جنب ونقطع البصل والبطاطا عشان نعمل الخطوة الثانية. هي هيك قطعنا البصل. الفلفل الحار حاولوا قصوه هيك شوي من النص عشان يطلع الحار اللي فيه، يعني ما يضله مسكر، بيعطي نتيجة أفضل هيك. بنحط معلقتين زيت نباتي بالطنجرة، بنحط عليهم معلقة من خليط الزنجبيل والثوم، بنقليهم منيح. بعديها بنضيف البصل الشرايح وبنقلب، بنضيف فوقهم كمان مكعبات البطاطا وبنقلبهم منيح. هلا بنضيف فوقهم حبة البندورة والفلفل الحار. سوري انا ما ذكرت لكم اياها بالمقادير، بس الحمد لله تذكرتها. وهي هلا طبعا بنضيف خليط الدجاج واللبن والكزبرة اللي عملناه من قبل، بنقلب. هاي هيك صار الخليط جاهز، ما شاء الله، الوان بتجنن، ريحة كتير طيبة ما تتخيلوها. هلا بنتركه على نار هادي كتير ليستوي الدجاج. البرياني له طرق تحضير كتيرة، وله ناس، يعني كل ناس بيعملوه على طريقة معينة. انا جربت طرق كتيرة بس هاي الطريقة فعلا كانت الاطيب. هاي كمان حبة بصل عملتها شرائح، وهي كم حبة توم برضه عملتهم شرائح. راح احمرهم بزيت غزير، راح استخدمهم فيما بعد. هلا رح نسلق الرز، رح نحط له البهارات، هي اللوري والهيل والقرفة والملح، ونحطهم في المي ونغليهم شوي. طبعا زي ما حكينا كمية المي اكبر من كمية الرز، لانه احنا رح نسلقه بعديها نشغله بالمصفاي. ما بدنا اياه يستوي على الاخر، خلص بس يوصل هيك لهالمرحلة هي، يعني مجرد ما ضاعف حجم الحبة بنطفي. هي الرز عنا هيك شكله، وهي المرق تبع اللي عملناه تبع البرياني. رح نعمل بهاي الفخارة، بندهنها بس بشوية زيت نباتي عشان الرز ما يلزق معنا، بس نحطه. مو ضروري فخارة، ممكن تعملوها بأي طنجرة عادية. وانا كمان راح ادخلها الفرن فخارتي، برضو انتو كمان ممكن اذا ما عندكم هالفخارة وما بتقدروا، ممكن تعملوها بطنجرة عادية وتعملوها على الغاز من فوق. اول شي بنحط طبقة رز صغيرة، بعدين بنحط الدجاج والبطاط وشوي من المرق، شوي مو كتير، ونرجع بنحط كمان طبقة رز فوقها.
نرجع بنحط باقي الرز اللي عنا على الوش. بخار معلش. هلا هيك بعد ما جهزناها خلاص بشكل نهائي، خلصنا كل الكمية. هلا بنحط على الوش الزعفران اللي نقعناه. في ناس بحطوا شيء اسمه صفار الزعفران، بيكون بودرة. طبعا هذا بيكون صبغات، ما بيعطي ولا نكهة ولا شيء، بس بيعطي لون. انا طبعا نهائي ما بحب استخدم هيك اشياء، لانها كلها اشياء صناعية وبتأثر، طبعا كلها مواد مسرطنة يا لطيف. فخلينا على بس الصفار العادي. هلا بنحط البصل اللي قليناه من قبل. وبنحط كمان من الثوم اللي قليناه كمان. هي شكلها النهائي. بنحط لها كم ورقة نعناع اخضر. هلا بنسكرها بقصدير وبندخلها الفرن. اصولها انه نسكرها بعجينة، زي ما قلت لكم هي اصولها انه تتسكر بعجينة. بس عدوا لي اياها هالمرة ما عندي وقت. وهي طلعناها من الفرن. هلا اكيد بتكون جاهزة. خلينا نشوف كيف شكلها من الداخل. ما شاء الله طبعا شكلها بشهي. شوفوا كيف الرز. الحين بننجب وبنراويكم شلون يكون الشكل النهائي في التقديم. بما انه ما شاء الله عنا يعني متابعات خليجيات كتير، فحبيت احكي بلهجتهم. انا بحب اللهجة الخليجية جدا جدا جدا، وبجد نفسي اتقنها. هاي طبقنا جاهز لليوم. طبعا التزيين وطريقة التقديم حسب الرغبة، الطريقة اللي انت بتشوفيها مناسبة.